احنا فترات في حياتنا. الجملة ديت هي للأسف رجعت تبقى ترند أو بدأت تظهر لي كتير تاني على السوشيال ميديا. وخليني أقول لك إن أنا كنت مؤمن بالجملة ديت جدا لحد ما في اتنين أصدقاء من حوالي 5 سنين قعدوا كلموني في الموضوع وادوني على دماغي، وفهمت أنا مش صح فيها ليه. بس زمان أنا لما فهمت أنا مش صح فيها ليه، يعني تقبلت وجهة نظري الشخصية، ما روحتش دورت علميا هو ده بيحصل ليه. فخليني أقول لك إنك ممكن تكون بنسبة كبيرة بتبوظ على نفسك حياتك، سواء انت قاصد او مش قاصد، وده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده، لان العلاقات الاجتماعيه واحده من ارخم الحاجات في الحياه، واحده من احلاها، يمكن دي واحده من متع الدنيا، لان تجاربنا هي اللي بتحتم شخصيتنا وهي اللي بتضيف الالوان الخاصه بينا على منظورنا للحياه. فانا لما جيت اعرف الموضوع بسرعه واستجمعت شويه معلومات تانية كنت عارفها، عشان ما بقاش بظلمك وبظلمني في ان انا اقول ان احنا سوري يعني حمير، ومتكاسلين وبنحب نعيش دور الشخصية الانهزامية. فخلينا نتكلم بنبرة لطيفة. احنا مقسمين في موضوع ان احنا فترات في حياة بعض ل3 نوعيات. أول نوعية، ودي النوعية اللي هي بتعمم التفكير أو بتعمم التجربة. تاني نوعية اللي هي ممكن ما تكونش فاهمة إن هي محتاجة تحط جهد في العلاقة ديت. وتالت نوعية اللي هي منساقة وراء الترند، هي مجرد سمعت الجملة ربطتها بتجربة هي عاشتها فقالت لك خلاص قشطة، احنا فعلا كده. بس قبل ما ندخل في ال3 نوعيات يعني المفاهيم النفسية اللي مرتبطة بكل نوعية، خليني الأول في عجالة أقول لك إنه أنت علاقاتك الاجتماعية كلها، عشان في ناس كتير بتلخبط فيها، وأنا عشت فترة طويلة كنت بتلخبط فيها وكنت حاطط كل الناس سواسية لحد ما فهمت فكرة دايرة العلاقات. أنت المفروض عندك انت، انا عايز ارسمها في حته. انت المفروض عندك انت ممكن تحط معاك شريك حياتك. بعد كده عندك عيلتك واصدقائك المقربين جدا منك. تمام. بعد كده عندك اصدقائك اللي بتجمعكم مواقف، سواء حتى يعني دول ممكن يكونوا اصحاب القهوه، دول هم لا حلوين ولا وحشين، هم ده مكانهم. تمام. بعد كده عندك في واحد اتنين في الدايرة التالتة هنا بيبقى فيه برضه أصدقاء الشغل. تمام. بعد كده عندك الدايرة الرابعة دي بيبقى فيها المعارف، سواء صاحب صاحبك، ده مش شرط يكون صاحبك معرفة، سواء معرفك في الشغل أو معرفك من خلال العيلة. تمام. فاحنا كده فهمنا إن أنت عندك أنت وشريك حياتك، ده قلب الدايرة. لو لسه مفيش شريك حياة فمش مشكلة. بعد كده عندك عيلتك وأصدقائك المقربين جدا. بعد كده عندك أصدقائك العاديين، سواء زي ما قلت صحاب القعدة أو صحابك في الشغل. بعد كده عندك المعارف. تمام. فأنا حبيت بس أوضح الحتة دي كده كلها، لأن دي هتفيدني كمان شوية. إحنا فاضل لنا حوالي 6 دقايق. أنا بس كنت كاتب نوتس فمش لازم أفضل باصص لك. المهم، عندك أول حاجة الناس اللي بتعمل التجربة دي، أولا بيبقى عندها تشوه فكري بنسبة كبيرة. أنا هقول لك مصطلحات، أنا مش بشخصك، وأنا حاسس إن أنا محتاج أقول ديسكليمر كبير. أنا لا أخصائي نفسي ولا طبيب نفسي ولا لايف كوتش ولا نوع من أي أنواع المعالجين، أنا شخص مر بتجارب بشاركها معاك. المهم، عندك التعميم المفرط. التعميم المفرط دوت إن أنت بتاخد موقف واحد وبتقتنع إن الموقف ده أي تجربة تانية هيحصل فيها نفس الحاجة. آه، بتبقى مفيدة ساعات، يعني انت عندك الانسان البدائي لما اتلسع من النار باقي الناس شافت النار قالت لك اي نار بتلسع، فاحنا تمام. بس ده ما ينفعش على العلاقات، مش عشان شخص واحد كسر قلبك او كسر قلبك صديق صديقة ايا كان ايه، موقف وحش حصل في علاقة، ده معناه ان كل العلاقات هتبقى بنفس النمط. وفي مصطلح تاني اللي هو الانحياز السلبي، وده ان طبيعة العقل البشري بتاعتنا بتفكر وبتسجل الاحداث السلبية من ألم عاطفي بقوة كبيرة، وده بيأثر على الأحداث الإيجابية، فإحنا مش بنقدر نفتكر الأحداث الإيجابية، فمش بنقدر نفتكر العلاقات الكويسة اللي إحنا كوناها. في ال availability أو الاستدلال بالتوافر،
وده هنا إن الناس بتحكم على الأمور بناء على أسهل وأقرب أمثلة بتيجي في دماغها، بما إن تجربة الفراق أو الخذلان بتبقى مؤلمة وحاضرة بقوة في الذاكرة، فبيحكموا إن ده طبيعة الحياة، لأن دي الفكرة المتاحة في دماغهم. وفي ديفense mechanisms، وديت مشهورة جدا، واحدة من وسائل دفاعنا عن إن إحنا مش عايزين نتأذى، إن إحنا بنستخدم حيلة دفاعية، إن إحنا نحمي نفسنا من الألم أو من الرفض المستقبلي، إن إحنا بنقول إن كده كده عارف إن الناس دي هتمشي ومش هتفضل موجودة. فدي نوعية ناس، دي ناس مش بتعمل، مش مقتنعة بجملة إن إحنا فترات في حياة بعض عن قصد، على قد ما هي بس انخرطت في الموضوع من غير ما تاخد بالها، وحتى مش ماشية ورا كترند. النوعية التانية الناس اللي ودي عندي مشكلة كبيرة معاهم، الناس اللي فاكرة إن العلاقات مش محتاجة مجهود. لا يا جماعة معلش أنا آسف، أي علاقة في حياتك هي محتاجة مجهود. فالناس ديت في 4 مصطلحات نفسية بيصنفوا فيها. أول شريحة من الناس دي بيبقى عندها معتقدات القدر مقابل معتقدات النمو، عندها لخبطة في الاتنين. معتقدات القدر دي بكل بساطة إن أنت مسيستم دماغك إن هي كده كده اللي مكتوب هيحصل، وهي الدنيا هتمشي لوحدها، يا إما هي كده كده بايظة. أنت عندك اعتقاد قدري إن الدنيا بايظة، ناهيك عن الجانب الديني في النقطة ده، ويعني أنا مش هتطرق له، بس إحنا المفروض يبقى عشمنا في الله خير. ف دي بتبقى مشكلتهم، هم عندهم معتقد قدري كده. العقلية التانية أو اللي هي الجروث بليف، دي ناس بتبقى عارفة إن العلاقة محتاجة مجهود، يعني ده النقيض للمعتقد القدري أو المعتقد القدري السلبي. الجروث بليف هي بتبقى ناس عندها المايند سيت بتاعتها، عارفة إن كل حاجة محتاجة مجهود، كل حاجة محتاجة تعب، كل حاجة محتاجة طاقة. تاني حاجة، أشهر حاجة بنشوفها كلنا على السوشيال ميديا، وما عندكمش أدنى فكرة أنا قد إيه بكره كونسبت السوشيال ميديا سايكولوجي، اللي هو avoidment attachment. معلش أصلا عندي تجنب مرضي. دي أنت لو مش مشخص بكده، لو مشخص نفسك بكده فأرجوك أنت محتاج بجد تروح تشوف أخصائي نفسي، لأن في حاجة اسمها conflict resolution، حل المشاكل دي مش بتبقى عند الناس ديت. نمط التعلق التجنبي هي نظرية بتفسر سلوك الناس اللي هي بتتجنب الخلافات، فبيقلب لشخصية تجنبية، فأول لما بتحصل مشكلة بينعزل وبياخد جنبه وخلاص. في ناس فعلا دي مشكلة عندها، في ناس تانية لأ، ده استسهال منها. في مصطلحين يعني نقولهم honorable mentions كده، الناس اللي بيبقى عندها مشكلة في فهمها لأن العلاقات بتحتاج صيانة، زي التنازل، الاعتذار، التواصل الفعال، إنك تقعد تقول أنا حاسس بكذا وتسمع الطرف اللي قدامك بيقول هو حاسس بإيه عشان تحل المشكلة ديت. وفي طبعا الهروب من المجهود العاطفي، ده مش شخص عنده تعلق تجنبي، ده شخص بيهرب من المسؤولية، بالذات الجزء العاطفي منها. دي بتبقى موجودة أكتر في الرجالة، وبتبقى موجودة أكتر في الشخصيات اللي بتحب التلاعب، إن هي أول لما بتلاقي نفسها محطوطة في موقف محتاجة تقعد تشرح نفسها فيه، فهي بتشت داون وبتهرب. آخر شريحة، ودي أسوأ شريحة في الكوكب، الشريحة اللي بتنخرط ورا الترند. خليني أقول لك أنا كنت مدون إيه. دول ليهم مصطلحين: الحداثة السائلية أو liquid modernity. المهم، ده مصطلح معناه، ده في علم الاجتماع، وكان عالم اجتماع كبير كان وصفه ريجموند باومان. بيوصف ان في العصر اللي احنا فيه خلى كل حاجه سائله ومش صلبه، بما فيها العلاقات. الناس بقت بتخاف ترتبط ببعض ارتباط قوي وصلب، وبيفضلوا العلاقات المؤقته اللي سهل ينسحبوا منها. هل ده معناه ان انت ماشي ورا ده كترند؟ بشكل مباشر لا، بس انت ممكن تكون ماشي وراه بسبب النقطه دي. الحاجه التانيه، ثقافه الاستهلاك في العلاقات، او الثرو كلتشر. احنا عايشين في عصر استهلاكي، الموبايل لو باظ بنرميه ونجيب غيره، بدل ما نحاول نفكر ان احنا نروح نصلحه. في شريحه كبيره مننا كده، اي حاجه بتبوظ منها بتقوم جايه رميها، مش بتفكر انها تصلحها. وللاسف ثقافه الاستبدال بدل الاصلاح بقت منتقله في العلاقات الانسانيه. فلو في مشكله حصلت
في علاقة، فاحنا بقى اسهل حاجة علينا ان احنا نشوت داون العلاقة دي ونقفلها. انا عارف ان احنا انا تخطيت ال10 دقايق، بس خلينا نركب كل اللي انا قلته ده دلوقتي. جماعة، مفيش حاجة اسمها ان احنا مرحلة في حياة بعض. دي حاجة راجعة لإرادتك انت وراجعة لاختيارك انت. انت اللي بتختار مين يفضل في حياتك لمجرد مرحلة ومين يكمل فيها بناء على أهدافك في حياتك والطريق اللي انت ماشي فيه. احنا لازم دايما نفتكر ان احنا لازم نختار الرفيق قبل الطريق، لان ده فعلا آه، الطريق، حتى لو طريق مهني، لو طريق في حياتك، فكل الطرق متغيرة. اللي هيرافقك وهيفضل معاك في الطريق ده وهيساعدك في الأوقات اللي انت بتقع فيها والأوقات اللي انت بتقوم فيها، فده هيبقى أهم شخص في حياتك. فلا، صاحبك اللي ضايقك او صاحبتك اللي عملت حاجه من غير ما تقول لك عليها، وانت من ساعتها حسيتي انك خدتي الم في نفسك او خدتي الم في الموقف، فقررتي انك هتنعزل عن الدنيا. دي مش غلطه الشخص ده، غلطتنا احنا. الناس مش مراحل، الناس محتاجة مجهود. انت ممكن تكون بتتجنب الناس ديت عشان انت عندك مشكلة نفسية نابعة من هجر في الطفولة، نابعة من مواقف متكررة، نابعة من نمط تفكير معين اتزرع فيك من فترة طفولتك، فده مش مشكلتك، ولكن إصلاحه مسؤوليتك. إصلاح أي مشاكل حصلت لنا في طفولتنا هي مسؤوليتنا. روح لاخصائي نفسي، مش دكتور نفسي، روح لاخصائي نفسي عادي جدا واقعد اتكلم معاه، خليه يفهمك انت فعلا محتاج تعمل ايه في حياتك. ده مش عيب، والاخصائيين النفسيين تكلفتهم اقل بكتير من الدكتور النفسي. فده لو انت فعلا عندك مشكله وبتعمل الموضوع ده من غير وعي ليك، وعشان تعرف انك بتعمله من غير وعي ليك، اعتقد هتلاقي نفسك قاعد بتسال هو انا ليه مفيش ناس قريبه مني. آه لو عايش دور الضحية وانت اللي بتبعد الناس ديت عنك عن طريق ان انت مش بتتقبل مشاكل، مش بتواجه مشاكل، مش بتحط مجهود في العلاقة، مش بتحترم حدود الشخص اللي قدامك وفرض حدودك، وعايش المعضلة بتاعت انك فاكر انك مركز الكون، فأرجوك برضو روح لأخصائي نفسي، لأن بنسبة كبيرة انت اللي فيك المشكلة مش الناس اللي حواليك. يعني لو عايز تصلح حياتك، اعتقد انك مش هتكون مكمل فيديو. لو مش عايز تصلح حياتك، فاعتقد انك مش هتبقى مكمل فيديو لحد دلوقتي. لو مكمل لحد دلوقتي وانت فعلا انت اللي بتزق الناس حواليك، انا كنت واحد من الناس ديت، انا كنت بزق كل الناس اللي حواليا لحد ما رحت مريت بفترة علاج نفسي لطيفة. آه فأرجوك روح اتعالج نفسيا. بس لو مش وراها كترند، فيعني انت انسان سخيف، بأمانة. يعني بأمانة، انت لو حياتك النفسية وعلاقاتك الاجتماعية محددة بترند، فانت انسان غير ناضج ب2 جنيه. ويعني اعتقد الناس اللي انت محيط نفسك بيها هتبقى ناس غير ناضجة ب2 جنيه. فاعمل سيف للفيديو دوت ورجع له لما تكون ناضج، عشان لما تنضج بعد فترة السخافة ديت، هتبدأ تحس اللي هو انا ليه مش عارف اكون علاقات في حياتي. وغالبا هتبقى واحد من الاتنين اللي فاتوا، يا اما واقع في الموضوع دوت غصب عنك، يا اما انت ما عندكش جهد او طاقة ومستسهل العلاقات ومستسهل مبدأ ان الحاجة اللي بتبوظ من بس. شكرا، اشوفك على خير.